تعاملنا مع كل العروض بمسؤولية وإيجابية تعاملنا مع كل العروض بمسؤولية وإيجابية بهدف الوصول إلى أهدافنا من وقف الحرب. وقد تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطله الاحتلال أو أن يجهض جهود الوسطاء. ونقول بصراحة لمن يراهن أن حماس وفصائل المقاومة يمكن أن تتخلى عن مسؤولياتها وتسلم شعبنا وأهلنا لمصير مجهول يتحكم فيه الاحتلال وفق ما يريد، نقول لهم أنتم واهمون. هيهات أن نقبل لشعبنا الذلة والمهانة، فلا تهجير ولا ترحيل. أما سلاح المقاومة فهو خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. فإذا ما زال الاحتلال يبقى سلاحا للشعب والدولة يحمي مقدراته وحقوقه. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.